جرس انذار، جرس انذار لكل شعب المغرب. لو انت مغربي، لو انت عربي محب للمغرب، خليك معانا، خليك معانا في الفيديو ده. انا عايز الكلام اللي بقوله ده يوصل لكل شعب المغرب ولكل الوطن العربي المحبين للمغرب، وهم كتير قوي، الا قلة قليلة ملناش دعوة بيهم. انجازاتك يا شعب المغرب على المحك، انجازاتك في خطر، في خطر. لكن لا، احنا مش هنسكت وهنتكلم وهنقف جنب الشعب المغربي وجنب المغرب كما عودناكم وكما عهدتونا. هنستمر على الدعم ده. النهارده الفيديو اللي انا بعمله ده وبيعمله معايا سيمو من اهم الفيديوهات. لما اوروبا بجلالة قدرها ترفع القبعة للمغرب، لما ايطاليا باسمها وبعظمتها كمان هي كمان تقول على المغرب احلى كلام وتعتبره الملهم، بتقول على شعب المغرب وعلى الفريق للكرة القدم النسوي للمغرب بتقول عليه ملهم، ملهم لجيل كامل. يبقى لا، يبقى لازم ريمو وسيمو وكل عربي محب للمغرب يصطف حوالين المغرب وورا المغرب وفي دعم المغرب. ليه؟ علشان النهارده الكلام بيتقال كتير قوي عن ايه؟ عن ان المنتخب المغربي رايح يمثل تمثيل مشرف، تمثيل مشرف. اوعى يا شعب المغرب واوعى يا اي مسؤول تبلع الطعم ده. النهارده زي ما قال ريمو، علشان من حبنا في شعب المغرب ومن خوفنا على الانجازات المغربيه، قبل ما اتكلم واقول لك تصريحات الصحف الايطاليه وتصريحات موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي وهقراها لك معايا، لكن قبل ما اتكلم في اي حاجه، هو فعلا جرس انذار اللي بيقول لك ان المغرب راح كاس العالم للسيدات تمثل تمثيل مشرف. المغرب مش بتاع التمثيل مشرف، المغرب لا بتتوجد في المربع الذهبي لما بتخشش البطوله. تعال اقول لك النهارده الصحافه الايطاليه بتتكلم بتقول ايه. مجله افريكا ريفيستا الايطاليه بتقول ان تاهل لبؤات الاطلس للمونديال هو انتصار كبير على المستوى الكروي والاجتماعي. يعني ايه على الكروي والاجتماعي؟ كرويا ببساطه كده انه انتصار للرياضه العربيه ووصول منتخبه للنهائيات، اما مجتمعيا هو وصول منتخب نسوي، اول منتخب عربي نسوي يوصل لكاس العالم للسيدات، وحط ده تحت مليون خط. فريق نسوي في العربي يوصل يتأهل للمونديال. مش حاجه بس بتحصل كل مره. معلش عشان الكلام اللي جاي بيحرق كلام. بيقول لك تاني، بيقول لك ان اعتبار المغرب بامكانياتها الهام لدول عربيه كتير انها تشارك بمنتخباتها النسويه. ده وبس؟ لا، ده انا اقول لك كلام موتسيبي. قول يا ريم. تمام. لا ده كلام موتسيبي، ده كلام موتسيبي، ده حاجة تانية. بس أنا هقول لك قبل ما أقول لك كلام موتسيبي، الكلام اللي إحنا بنقوله ده في المجلة الإيطالية اللي هي باسم أفريكا ريفيستا، مجلة إيطالية، واللي عايز يبحث عنها علشان اللي بيتكتب ويقول مصدركم مجلة أفريكا ريفيستا. بتقول لك إيه كمان؟ بتقول لك إن تأهل لبوات الأطلس للمونديال انتصار كبير. اول فريق نسوي في العالم العربي بعيدها لثالث مره يتاهل للمونديال. عشان اصلك انت بتتكلم عن المغرب ليه؟ بقول لك اول فريق عربي يتاهل، بقول لك اول فريق عربي، بقول لك ده انجاز تاريخي لا يقل عن ربع العالم. وان شاء الله احنا رايحين مش نمثل تمثيل مشرف، علشان الكلام ده اتقال قدامنا كتير واتعاد قدامنا كتير، والكلام ده احنا ما نقبلوش، وبنوعي وبنحذر الشعب المغربي ان مش هو ده طموحنا. اسمحوا لنا نقول هو طموحنا، لان طموحنا وطموحكم واحد واحنا واحد. اسمحوا لنا نقول كده، وعارفين ان انتم متقبلين منا كده. بقول لك بقى ايه، لن يلعب فقط لتحقيق النتائج لكن لالهام جيل كامل. المجله الايطاليه بتقول لك الهام جيل كامل. موتسيبي طبعا بيقول طبعا بما معناه ان المغرب ده انجاز تاريخي غير مسبوق، وده طبعا كما اعتدناه. وبقول لك برضه لا يقل عن بس يا ريمو، ده الراجل بيستشهد
بشعبيه كره القدم النسويه في المغرب، وبيقول انهم كسروا الرقم القياسي في النهائي الافريقي اللي كان ما بين المغرب وجنوب افريقيا ب60,000 متفرج كانوا في الاستاد بيتفرجوا على نهائي كاس العالم يا عم اللي فيه ميسي. لا، ده بيتفرجوا على نهائي كاس العالم اللي فيه اللي احسن من ميسي، اللي فيه لبؤات الاطلس، اللي فيه لبؤات الاطلس كان بيتفرج عليهم 60,000 متفرج. وده اللي بيدل على تقدم الدوله المغربيه في المجال الكروي والاجتماعي، لان لما يكون المدرجات مليانه 60,000 عشان يتفرجوا على سيدات، فده تقدم. يتفرجوا على كره القدم النسائيه، ده تقدم. استشهد الراجل بايه؟ ان هو باحساسه ان المغرب هتوصل للمربع الذهبي زي ما انا بقول لكم. الراجل قال ان في المباريات الوديه اللي لعبت فيها المغرب ايطاليا على سبيل المثال وسويسرا على سبيل المثال، في المباريات الوديه دي تمت بالتعادل. فتخيل النهارده لما فريق جديد العهد وهو منتخب المغرب بيخش لاول مره كاس العالم ولعب مباريات وديه مع فطاحل لعبوا كاس العالم اكتر من مره وبيتعادل معاهم. اذا المنتخب المغربي النهارده مش رايح يمثل تمثيل مشرف، وده تحذير قلناه للناس اللي بتقنع او عايزه تقول لهم انتوا كفايه عليكم ان انتوا اول منتخب عربي. لا، مش كفايه، احنا عايزين نشوفكم في المربع الذهبي. بندعم المنتخب المغربي للكرة النسائية لبؤات الأطلس بكل ما أوتينا من قوة، ومحدش هيقدر يوقفنا، ومحدش هيقدر يعطلنا عن أداء اللي احنا بنعتبرها مهمة وطنية، مهمة بنعملها بدافع العروبة ودعم منتخب عربي شقيق تجمعنا به علاقات وطيدة حضارية تاريخية من محبة ومن مودة، وبنعتبر المغرب بلدنا التاني. كل الشعب المغربي يعرف مين مسلم ويعرف كده. عايز اقول على حاجة تانية، لبؤاتي قدمنا رؤية جديدة لكرة القدم وانقلنا رسالة التحرير والوفاء للشابات من خلال القيم النبيلة للرياضة. ده مش كلامي، ده كلام متسبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي لفت رسالة التحرير. في ناس كتيرة مش عايزة التحرير ده، مش عايزة التنوير ده، لكن احنا بندعمه وبكل قوة وبندي الرسالة دي لكل مغربي. خليك ورا المنتخب النسائي، واحنا وراكم في كاس العالم اللي في استراليا ونيوزيلندا اللي بعد وهنعمل لكم فيه فيديوهات اقوى كمان من اللي كنا بنعملها في المنتخب الرجال. تحيه كل امكانياتنا مسخره لدعم المنتخب لحد ما يوصل ونشوفه يوصل في اعلى المراتب زي منتخب الرجال ما عمل بالظبط، ويمكن احسن كمان.